وصقل المواهب، خاصة في مجالات تحفيظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم. مصطفى بندهينا. تشهد الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم بولاية تندوف حركية كبيرة في مجال النشاطات الدينية، فمسجد العلامة بن باديس على سبيل المثال وصل إلى المراحل النهائية من مسابقة ضيوف الرحمن في شهر القرآن. هي مسابقة كانت عندنا حوالي 24 متسابق بالنسبة للذكور، وعندنا 20 متسابقة بالنسبة للإناث. كاين هنا لجنة مختصة من لجنة المسجد في أحكام التجويد، هي مشرفة على كيفية وإعداد وتقديم المسابقة. هي تنتقي من هذه 24، كنا في الدور الأول انتقينا حوالي 8، ثم الدور الثاني انتقينا 4، والدور الأخير انتقينا إن شاء الله ننتقوا متسابق واحد. ذكورا وإناثا من شباب مدينة تندوف، كانت المشاركة بحماس في هذه المسابقة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الاحتفاء بالقرآن الكريم وتشجيع المواهب الواعدة في مجالات الحفظ والتجويد والترتيل. هي مسابقة كما تعودنا دائما، المبادرات من النوع من المسابقات اللي حاولنا من خلالها أن تكون للمرأة دور أنها تعبر على إرادتها وحفظها للقرآن، وذلك بعلمها بأحكام التجويد. مسجد الإمام عبد الحميد بن باديس وإضافة إلى هذه المسابقة نظم خلال شهر رمضان الكريم ندوات ولقاءات تحسيسية ناقشت الكثير من المواضيع الفقهية والاجتماعية. وبالمهر